بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل فكرة جديدة أو هنجدد فكرة كانت عندنا. كان عندنا طبق، كنت عاملة طبق كده، طبق اسمه محل عطار. كنا عاملينه السنة اللي فاتت تقريبا. فطبعا الطبق ما يعني خد فترته السنة اللي فاتت، وحبينا بقى نعمل بيه حاجة جديدة. خدنا الطبق عملنا بيه اللي هو البرواز الرمضاني أو البرواز العائلة الرمضانية الفيديو اللي فات. فعشان الطبق بياخد مكان، يعني مثلا لما بنعمل محل العطار بنحطه على طبق كده كده، وده العطار بتاعنا نيجي نحطه على السفرة بيبقى واخد مكان مع الطبق، مع بتاع العرقسوس، مع المسحراتي، مع السفرة الرمضانية اللي صورناها الفيديو اللي فات. فطبعا كانت واخدة مكان. فأنا قعدت أفكر وشلت الحاجات دي من على الطبق اللي هو كنت عاملاه محل عطارة. فقلنا نعمل إيه؟ قلنا نعمله تعليقة. إزاي هنعلق محل العطارة؟ جبت الحاجات بتاعتي اللي أنا كنت حاطة فيها العطارة بتاعتنا، وجبت العطار اهوت، وهنعمله تعليقة على الحيطة. إزاي؟ جبت الكرتونة، جبت الحاجات بتاعتنا اهيت، وهنعلقها كده، هنلزقه كده، ونشوف بقى ايه الافكار اللي ممكن نعملها بحيث ان هو يبقى تعليقة على الحيطة. انا بتهيألي بقى، وشاركوني كده في التعليقات كده. الزقه كده، الزقه كده مثلا اهوت كده، ونيجي للتلاتة التانيين اللي هو الفول، ونلزقه تحت هنا كده. كل ده طبعا بمسدس الشمع اهو، كوبايات خفيفة وهتطوعنا ان شاء الله احنا بنلزقها. وده العناب او الكركديه بتاعنا، كركديه. وهنلزقهم كده كده. بس انا عايزة ازود البلح ده شوية، اروح اجيب بلح ازوده واجي تاني. نبتدي بقى، احنا هنا زودنا بلحية اهيت، بس بلحية جت كبيرة شوية، مش مشكلة اهي. هنأمنها بالشمع جامد. نبتدي بقى نشوف كده ايه الافكار بتاعتنا، وهنلزق دي كده ازاي. ونلزق عند المسحرات الاول، اقصد العطار بتاعنا الاول اهوت. احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا هنا في الفسيخ شربات كل الاختراعات بتاعتنا ما فيهاش حاجة مكررة، كلها اختراعات اهيت. انا كنت حاطه له عصايه هنا عشان كنت مثبتاه، فكنت عايزه اتقله. فاحنا ممكن نشيل بقى العصايه، او ممكن نسيبها كده عايمه، بس هنجرب ان احنا نشيلها. لو لقيناه خفيف هنبتدي نحطها تاني. ممكن واحنا شغالين كده ممكن تجيلنا افكار تانية. وعايزاكم برضو تشاركوني في التعليقات وتقولوا لي رايكم ايه. انا طبعا هحطه ايه، هيمد بره البرواز الكرتونه زي ما احنا شايفين الكرتونه خلصت هنا، هيمد لبره شويه عشان ادي فرصه للحاجات بتاعتنا اللي هي الاشوله اللي عليها العطاره بتاعتنا. فانا هاجي هنا كده والزق هنا، نلزق بس العمله بتاعته دي الاول، نثبتها كده. وبعدين لا، احنا مش نيجي بقى فوق، احنا هنعمل كده من وسطه. نسينا برضه كده، اعمل بالشمع كويس جدا اهو، كده 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 ماشي تمام. وبعدين نروح لازقينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، نضغط عليه كده تقريبا في النص بالظبط، عينينا تبقى ميزان ومسطرة واحنا شغالين كده. وعلى فكرة كمان في فكرة تانية، ممكن نلزق له لزقة سكوتش، يعني نحط اللزقة السكوتش هنا في ظهره في الكرتونة، وممكن تبقى متحركة معانا كده ومعانا كده عادي يعني اهوت. احنا هنجرب، لو الشمع طق معانا هنحط له لزقة سكوتش اللي هي اللي هي زي دي كده، هي موجودة تحت اهيت، مش عارفة ظاهرة ولا لأ. هنا اهي لزقة السكوتش اهي. فاحنا هنجرب الشمع الأول، ما لقيناهوش 200 هنحط لزقة سكوتش ونحطها. هو الشمع كده تمام. ممكن بقى جات لي فكرة واحنا شغالين كده، ممكن عصاية الشيش ديت اللي هي كنا عاملينها كدعامة اهيت، ممكن مثلا نعلق عليها العطارة بتاعتنا هنا كده. هنا ممكن نعلق العطارة بتاعتنا، أو تحت
كلها اهي. فوق هنلزق عادي. وهنا انا بحب الاول اجرب قبل ما انفذ اهي، العصايه تبقى متينه وهما يبقوا متحركين اهو. ايه رايكم بقى في الفكره؟ اهي اهي، حط في العصايه كده اهيت، على اساس تبقى الشغل معانا متين كويس. ده قمح ده. حد يقول لي احنا بنشرب ناكل قمح في رمضان؟ ايوه بناكل قمح في رمضان، ناكل عيش. مش العيش ده قمح برضه؟ تهيألي الفكرة كده جميلة، أحلى من إن أنا ألزق على طول الفتلة، وكمان تبقى راحة جاية معايا ومتحركة بالوضع أو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا هنعمل كده ونبتدي بقى نلزق العصاية معانا، وهنديها دعامة من هنا وهنديها طبعا دعامة من هنا، ونشوف معاكم. بنلزق اهوت، لزقنا هنا طرف من هنا، لزقناه بالشمع. هنا برضو هندي دعامة كده اهي تحت هنا كده، تحت العصاية الشيش بتاعتنا، وهنحط شمع كويس عشان تمسك معانا، ونخلي بالنا عشان ما تبقاش مايلة مننا. على فكرة احنا كده بنلزق برضو الفتلة معانا، الفتلة اللي هي بتاعت او الخيط اللي ماسك معانا العلب بتاعتنا، لان احنا كده حطينا الشمع تحتيها، فكده اتمسكت اهيت بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة اهي. كده تمام يا جماعة، كده تمام. نشوفها بقى كده على الطبيعة اهيت اهيت، عارفة كده واضحة واضحة اهي اهي، واضحة اهي معانا اهي كده متحركة. على فكرة انا حباها ان هي تكون متحركة اكتر من ان هي نثبتها، يعني انتوا ايه رأيكم؟ انا هحاول اثبتها بس شكلها جميل جدا وهي متحركة. انا هثبتها وقولوا لي في التعليقات اشيل التثبيت بتاعها ولا اخليها. يعني احاول نلزق هنا كده، ده نلزقه في الظهر، وهنا نحط شمع كده هنا ونلزق، وهنا ونجيب بقى الاتنين التانيين فوق. طب هتقولوا لي منظر الكرتونة كده وحش، هقول لكم هنعالجها او هنعمل فيها ايه. بس ايه رأيكم؟ اختراعات على الفسيخ شربات يا جماعة، اختراعات يا جدعان، مش هتلاقوها في اي حتة والله. اختراعات اختراعات. انا ما بجيب الافكار ديت نتاج فكر وتركيز في الشغل، فانا ما بحبش دايما اكرر شغل او اكرر افكار، فدايما كل حاجة على الفسيخ شربات هتلاقوها من اختراعي ومن تفكيري بفضل الله طبعا. فالواحد عشان ما بيحبش يعمل أفكار مكررة، ودايما بيحب يعمل الجديد، وفي نفس الوقت بأقل خامات وبأقل حاجة موجودة عندنا، ومعظمها طبعا زي شعارنا طبعا ما بنقول الفسيخ شربات، بنعمل من الفسيخ شربات اهو. كده تمام. بننضف بقى الشمع الزيادة، خلي ايدينا عليها شوية لحد ما تلزق. هنا زي ما احنا شايفين انا لزقت دي كده اهيت، لزقتها، حطيت هنا شمع تحت الخيط هنا تحت الحبل بتاعها بتاع العلبة عشان يثبت معانا. لزقت كله بالطريقة دي. انا عشان ما اضيعش وقت جبت لكم اخر واحدة بلزقها اهي هنا كده كده كده، احط شمع عشان اديها دعامة، وبعدين اروح عاملة كده عشان تجمد معانا اهي. الشمع بتاعنا عليها اهوت اهو. اي شمع يجي على ايدينا احنا عارفين بنفركه على طول عشان ما يسببش علامات هنا كده. على فكرة طبعا مكان الطبق اللي احنا كنا حاطينه فيه شمع قديم، فانا طبعا ممكن لو شلت الشمع ده العلبة تتقطع، هنسيبه ونلزق عليه اي ورق ملون كده عشان واحنا بنعلق طبعا ده كله هيبان. واحنا بنعملها احنا عارفين ان احنا بنعملها تعليقة، احنا مش لازم يعني يبقوا طول بعض، هي دي جت اقصر شوية مش مشكلة اهيت، عشان هنا الحبل بتاع دي اطول شوية. ونحط هنا شمع برضو اهو، شمع هنا في العلبة كده، العلبة دي كده اهي. حطيت لها من هنا كده شمع، من تحت كده شمع مع الخيط بتاعها اهو. شديناها كده شوية ايوه كده طالت، كده بقت في طولهم بالظبط، كده بقوا 3 طول واحد بالظبط اهي. كل دي ديكورات رمضانية
المفروض كنا عملناها قبل رمضان، بس احنا بنعمل حاجات طبعا في رمضان قبل رمضان بنعلقها، نيجي بقى بعد الفطار ممكن تجيلنا أفكار حلوة، نبقى قعدنا وخلصنا اللي ورانا، ايه المانع إن احنا يجيلنا أفكار كده واحنا قاعدين ونعملها زي ما احنا شايفين كده، نسلي صيامنا، نسلي نفسنا بعد قراءة القرآن وبعد الصلاة، نسلي نفسنا بأنشطة زي كده نزوق بيها البيت، نفرح بيها الأولاد، نعملها كمشروع. طبعا مشروع مربح جدا إن إحنا نعمل إكسسوارات رمضان، إكسسوارات أو أشغال رمضانية حلوة زي ما إحنا شايفين. أهم حاجة تعملوا اشتراك وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد من الأفكار أو الاختراعات دي. أنا بسمي فيديوهات اختراعات يا جماعة عشان أنا ما بلاقيهاش في أي حتة. أنا أساسا ما بكررش أفكار زي ما قلت لكم في أول الفيديو. أنا هنا هدي برضو هنا متانة كده للعباية، هي اللي هتمسك عم العطار كده. أيوة كمان تظهر لنا الفرنشة بتاعته الجميلة دي. بصوا بقى، أنا قلت لكم الأفكار هتيجي وإحنا شغالين، وفعلا الأفكار عمالة تتوالى اهي. هو كان بصوا العباية بتاعته مهرولة كده ومش باينة، فاحنا الأفكار عمالة تيجي اهوت، نديها دعامة كده رفرفة شوية اهيت. في نفس الوقت ها نلزق العباية كده في الكرتونة عشان تبقى أجمد، وما نضطرش نفكه ونشيل الشمع ونعمل لزقة كوتش زي ما قلنا اهي. يعني اللي عايز يعملها كده ممكن، اللي عايز يحط له لزقة كوتش من تحت بدل الشمع ويبقى متحرك ممكن برضه. فاحنا كده بنلزقها اهي عشان تبقى متينة، وفي نفس الوقت بتدي شكل العباية الواسع دوت، وبتدي متانة أقوى، وبتدي شكل جمالي جميل اهو كده. تمام كده يا جدعان، تمام كده. نيجي بقى تحت كده ونأكد برضو على المعلومة اهي، على العباية ولا ايه كده. تمام أوي 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 كده. أفكار بتيجي واحنا شغالين اهوت كده. أهم من الشغل يا جماعة ظبط الشغل. تمام تمام، بقت حديد اهي، بقت حديد منال مش حديد أي حد تاني اهو. حديد منال مصطفى فرج فسيخ شربات اهو. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، دي اختراعات والله، دي أفكاري حصري حصري على قناة الفسيخ شربات، مش هتلاقوها في أي حتة. اوعوا تروحوا في أي حتة، روحوا اتفرجوا عشان تقارنوا وهترجعوا لي تاني عشان تعرفوا إن هنا اختراعات جديدة وحصرية والأول مرة. خامات سهلة جدا، خامات طبيعية موجودة عندنا، بقى قماش، حتة فرنشة، لو مفيش فرنشة أي برواز عندك من طرحة من عباية من أي حاجة، كل دي بواقي أقمشة، وكل دي بواقي حاجات في المطبخ وعلب الزبادي أو علب الآيس كريم أي حاجة كده. تمام يا جدعان كده تمام. هنيجي بقى للعلبتين المعلم الكبير البلح والمكرونة. احنا كنا المفروض حطينا الكركديه جنب البلح، بس يلا مش مشكلة، رزقه بقى، رزق المكرونة إن هي تتحط فوق. فأنا دلوقتي عمالة أفكر هل إحنا نلزقها كده من غير عصاية زي الشيش طاووق اللي تحت، نديها لزق كده على طول مثلا، ولا نجيب لها عصاية مثلا كل واحدة على عصاية صغننة كده ممكن تمسكها من هنا أو من هنا. أفكر كده وأرجع لكم تاني. احنا هنا بقى هنجهز هنا شوية زينة. على فكرة أنا جبت لكم بقى الفكرة بتاعت عصاية الشيش طاووق، هنعملها برضو بعصيان بس اللي هي الستيك الصغيرة بتاعت سلكات الأسنان، هنحطها هنا زي اللي تحت الكبيرة دي. فجت في دماغي فكرة زي ما قلت لكم واحنا شغالين، طبعا الأفكار بتيجي. عملنا الزينة ديت بتاعنا الفوانيس دي، هقطع قدامكم دلوقتي زينة زي دي كده بالظبط اهيت. بنجيب أي بواقي فوم عندنا أو أي ورق ملون هنسويه كده اهوت اهي، هنساوي كده بالشكل ده. وبعدين هنيجي طبعا نعمل ايه زي سمبوكسات كده مثلا، احنا هنقطع كده ونقطع العكس بتاعها كده هنا سبعات تمانيات كده زي ما احنا شايفين كده كده. عايزين بقى نكبرها نصغرها زي ما احنا عايزين. نيجي الناحية التانية برضو ونعمل نفس الشغل كده، سبعات تمانيات سبعات تمانيات كده عكس بعض عكس بعض تماما كده، ونعمل كده
ونعمل كده اهي. بقت عندنا الزينة بتاعتنا جاهزة اهي. انا بحب طبعا احضر كل حاجة قبل ما انفذ والزق على طول، فبحب احضر وابص الاول واشوف الشكل العام وبعد كده الزق على طول. كل ده طبعا زي ما احنا شايفين كده بواقفهم عندنا. نقص طبعا هلالات كده عندنا موجودة، ونجيب حاجة مدورة ونقص نص دايرة، دي برضو زينة بقطع الفوم. هنجيب عندنا هلالات كده، في حاجات مقطعة زي الهلال، لو مقناش بنجيب طبق ونقص نص دايرة وبنعلم وبنقصه، بيبقى عندنا هلال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا يا دوبك انا هسويه، هو كان بواقي عندي كده على شكل الهلال فانا هسويها. وطبعا هنستعملها في الشكل العام هنا كده. ممكن نطبقه نصين كده ونسويه عشان يبقى كله قد بعضه كده اهو. طلع هلال مجوف يعني حاجة حلوة يعني اهي. ونبتدي بقى نوزع التوزيعات بتاعتنا ديت، الزينة الحلوة بتاعتنا الجميلة ديت. ونرجع لكم تاني ونحط بقى العصيان الشيش دي، نفس الفكرة اللي عملناها هنا هنعملها فوق اهيت. هنجيب العصاية بتاعتنا ونلزقها هنا كده بالظبط كده هنا، والتانية برضو هنلزقها زيها ونلزق من هنا ونلزق من هنا. احنا كده بعد ما لزقنا العلب بتاعتنا اهيت، المكسرات او الحاجات يميش رمضان اهيت اهي باينة كده معانا. عملنا بقى شوية بواقي فوق هلالات وفوانيس وزينة زي ما وريتكم كده. وطبعا الحتت اللي تحت دي اللي هو مكان الشمع القديم احنا لزقنا عليها فوم كده. احنا ممكن نلزق هنا تاني شمع عشان البروز دوت. وهنا كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى في اختيارين، يا اما نسيب الكرتون على لونه يبقى نفس الخامة، وانتوا عارفين ان انا بحب دايما الشغل البسيط وندي الورنيش المائي عليه، او انا عملت لون كده لونه اللون البيج ده او اللون الرمادي دوت يبقى ارضية، وبعد ما نشف اداني الدرجة دي، بعد ما نشف اداني الدرجة اللي احنا شايفينها دي. ففي اختيارين دلوقتي، يا اما اللي خليها على خامة الكرتون او اديها ارضية. فزي ما احنا حابين هنعمل، كل واحد طبعا وذوقه. يعني انا بصراحة بميل اكتر ان انا اسيبها كرتون وادي الورنيش المائي عليها بحيث ان هي تبقى خامة طبيعية 100%. فهشوف كده نجرب في الجزء اللي تحت ده عشان ما يبانش ونشوف التأثير بتاعه ايه، يا اما كملنا يا اما نسيبه على خامة الكرتون. ونرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. انا جربت هنا اللون طلع حلو بصراحة وغطى على خامة الكرتون. فاحنا هنا هنكمل زي ما احنا شايفين كده اهو اللون اهو، يعني لون خفيف كده بحيث ان هو يبين الشغل ويسد المسام بتاعة الكرتون. وممكن ندي بعد اللون ندي الورنيش المائي عشان يدي اللمعة، يدي اللمعة بتاعتها. فهندهن بقى الأرضية كلها كده زي ما احنا شايفين كده. تقولوا لي بقى هنعمل اللون ازاي. انا طبعا بحتفظ بالعلب زي ما احنا عارفين، علب شامبوات اي علب كريمات زي كده عشان اجرب فيه الالوان. بيبقى عندنا مركز لون زي ده كده اهو، ده مركز لون. بس لا طبعا ده مش اللون اللي احنا بنشتغل بيه، انا بضرب مثل يعني اللون اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو الاسود. الاسود ده درجة من درجات الاسود، ده مركز لون. بجيب اللون الابيض البلاستيك العادي اللي هي الدريتون العلبة، بحط ابيض واحط نقطتين من دول عليها وبدربهم كده زي ما احنا شايفين هنا كده في اي علبة. دي الوان مية طبعا بتنشف على طول. واللون الاحمر بيطلع لنا احمر وبامبا وروز وكل الدرجات اللي احنا عايزينها. فكده دي طريقة تدريب اللون. ندهن بقى ايه الارضية كلها كده زي ما احنا شايفين، الخلفية كلها من فوق ومن تحت كله كده. اللون لما بينشف بيفتح على فكرة، اللون لما بعد ما بنخلصه زي ما احنا شايفين اللي بينشف بيدينا درجة أفتح شوية من اللون واحنا بندهنه كده. دايما ألوان المية بتعمل كده، فاحنا نراعي واحنا بنعمل درجات اللون إن احنا نعمل حسابنا إن هو هيفتح لما ينشف كده زي ما احنا شايفين كده اهوت. وعلى فكرة في كمان فكرة حلوة إن احنا ممكن نحدد بالقلم الأسود، القلم اللي هو الماركر العادي
قلم الدوكو، ممكن نحدد بيه نعمل إطار كده أو خط أسود على الزينة، بحيث إن احنا نخليها بارزة أكتر وتظهر أكتر معانا مع الشغل ده. فاحنا ندهن الأرضية كلها ونشوف هنعمل إيه بعد كده. شايفين بقى بعد ما دهناها احنا دهناها كلها اهيت، والأرضية بتاعتها نشفت. احنا عارفين ألوان المية بتنشف بسرعة، طبعا الألوان بهدلت ايدينا. ألوان المية نشفت بسرعة بس ما بتغيرش، يعني هي ناشفة ما بتطلعش. دي ألوان كانت ايه، كانت من الفرش. فكده ايه، ممكن نظهر بقى الألوان دي عشان كترت أوي في الأرضية، ممكن نحددها بلون الأسود عشان تظهر أكتر، ونعمل بقى برواز فرنشة هنا ونعمل لها التعليق. بس بقى أنا بعد ما خلصت لزق بدأت أحدد بالقلم الماركر، لقيت النتيجة حلوة جدا بصراحة. أنا جربتها هنا تحت اهي، جربت هنا، جربتها لقيتها نطقت فعلا وظهرت، لأن لون الأرضية زي ما احنا شايفين اللون الرصاصي فاتح، فمش هيبان الشغل أوي عليه. فزي ما احنا ماشيين كده هنحدد، وفي نجوم صغيرة، حاجات صغيرة هنا كده دهنتها كلها أسود بالقلم الماركر برضه. واحنا هنمشي كده ايه، نحدد بالقلم الأسود على الخطوط بس، مش على الأرضية، على الشغل نفسه زي ما احنا شايفين كده. أنا دايما بحب في الشغل بتاعي التحديد، عشان بينطق التصميم معايا وبيديله شكل تاني خالص، بيودي الشغل في حتة تانية خالص، وفي نفس الوقت بيعمل حصار للشغل أو بيحدده زي ما احنا شايفين كده اهو. يلا نعمل خاتم كده للراجل دوت كده، خاتم حلو كده عشان ايه يظهر. ماشي، الراجل اللي هو مش عارفة اللي زي معايا ليه مسحراتي، العطار. عملنا له خاتم هنا كده اهو بالقلم الأسود بالمرة. ماشي تمام. فنبتدي بقى ايه نكمل التحديد بتاعنا. بص يعني الحاجات الرفيعة دي بسن القلم، القلم مبطط، فهنيجي بالسن بتاعه عشان الرسومات او التصميمات بتاعتي هنا رفيعة جدا زي ما احنا شايفين كده اهيت. شايفين ان هي رفيعة، الشرايط بتاعتها صغيرة، فهنمشي بسن القلم زي ما احنا شايفين كده. الوان المية بتنشف بسرعة عامة، فهو ده اللي ساعدنا ان احنا نمشي على طول بالقلم كده اهوت. بعد ما نخلص خالص على فكرة القلم ده لازم نسيبه ينشف برضه، هو مش بيطلع ولا حاجة بس نسيبه برضه ينشف. لو حابين ان احنا ندهن بعد كده الورنيش المائي، لو حبينا ندهن على الشغل ده الورنيش المائي هيودي الشغل في حتة تانية خالص. هنجرب برضه كده حتت صغيرة من تحت وهنشوف هنعمل ايه. نخلص التحديد الأول وبعدين نقرر ونشوف هل احنا هندي ورنيش مائي للأرضية ولا هنسيبها كده. رجعنا تاني اهوت بعد ما خلصناه. احنا كده قلنا ان احنا دهنا الأرضية بتاعتها زي ما احنا شايفين الأرضية بتلمع اهي. دهنت أو لونت الأرضية بتاعتنا باللون الرصاصي ده أو الرمادي دوت عشان يغطي على لون الكرتون الأساسي. وبعد كده بقى عملت الفوانيس والحاجات دي مع بعض. فكده احنا خلاص عملناها وشطبناها ودهناها ورنيش. بعد ما خلصت دهناها ورنيش مائي عشان تدي اللمعة دي، وعشان لو جه عليها مية أو جه عليها حاجة. فاحنا بنشتغل كده زي ما قلت لكم الأفكار بتيجي واحنا والشغل شغال. فالأفكار جت واحنا قاعدين إن احنا نعمل ايه بقى، نكتب الحاجات الحلوة دي. زمان كانوا بيروحوا عند العطار عشان يديهم وصفات لحاجات طبيعية غير بقى الكمون والفلفل والحاجات اللي احنا عارفينها. فكانوا بيقعدوا يسألوا العطار الصبر، زي الأغنية ما بتقول الصبر فين أراضيه، الحكمة ياخدوا منه حكمة، ياخدوا منه إخلاص، ياخدوا منه طيبة، يتعلموا كل الكلام ده. فاحنا بنتخيل إن العطار بتاعنا من عطارين بتوع زمان قوي، اللي كانوا الناس بتروح له لو عندهم أي مشكلة، ويقعد يحلها لهم أو يقعد يوصف لهم وصفات ازاي نتحلى بالصبر وازاي بالأخلاق الحلوة. فاحنا متخيلين ان العطار بيبيع الحاجات دي، مش بيبيع
ملح وفلفل وكمون وبس. فالفكرة نفسها جديدة وحصري زي ما قلتلكوا، كل شغلنا حصري ولا أول مرة. فشوفوا كده، شايفين احنا دهنا الأرضية اهيت، وعملنا البرواز اللي هو الفرنشة دوت اهوت على الحرف كده عشان يدي المنظر بتاعنا. وطبعا عملنا التعليقة من ورا، هي مش باينة اهيت اهي، ده شريطة عندي عملتها مش هتبان طبعا عشان العروسة وراها أو قدامها، وهنعلقها كده على ال معلش، هنعلقها كده على الحيطة، هتبقى بشكل جميل زي ما احنا شايفين كده. لأول مرة وحصري تعليق العطار، الأخلاق الحميدة والحاجات الحلوة، هنعلقها تعليقة جميلة، ممكن في المطبخ ممكن في السفرة. أنا شايفاها تتعمل في الريسبشن لأنها حتة فولكلورية رائعة وجميلة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، الاختراع بقى عجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وياريتكم تشاركوه عشان كل أصحابكم يتفرجوا عليه. ومعلش الفيديو طول شوية معانا عشان أجيب لكم كل التفاصيل عشان نعرف الطريقة بالظبط. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش بقى تعليق جميل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.